بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده في اول بودكاست متخصص في مجال الزراعه السمكي في الوطن العربي، والبودكاست كده انا عايزه يكون خفيف، فهيكون ايه على الحصيره وفي المزرعه. معانا النهارده الباشمهندس عبد السلام عبد اللطيف، خبره اكتر من 25 سنه في مجال الزراعه السمكي. اهلا بك يا هندسه. أهلا. ازي حضرتك؟ طبعا في ناس كتير بتسال عن مشروع الزراعه السمكي، بس ما فيش حاجه على بعضها، ما فيش حاجه، يعني ما فيش سلسله فيديوهات كده على بعضها او كتاب او حاجه معينه يعني توجه اللي عايز يدخل في المجال ده ازاي يقدر يدخل من اول يوم لحد اخر يوم، ازاي يبدا، ازاي امتى ينتهي في المشروع، ايه هو المشروع اصلا. فالسلسله دي هتبقى عباره عن 20 حلقه باذن الله مكملين لبعض. اي حد حابب يدخل في مجال الزراعه السمكي هيتفرج على السلسله دي باذن الله من الالف للياء. المجال باذن الله مع الباشمهندس عبد السلام عبد اللطيف. اول حاجه ايه هو الزراعه السمكي، عشان برضو اللي ما اشتغلش في المجال يبقى عارف هو داخل على ايه. لا، هو في نقطة قبل ما نخش في الموضوع ده. أنت قلت نقطة دلوقتي إن مفيش حاجة على بعضها موجودة. كل اللي إحنا بنقوله موجود في الكتب، تمام. وعندنا دكاترة ما شاء الله، واللي إحنا هم أساتذتنا واللي اتعلمنا منهم واللي قبل مننا برضه كتبوا كل ما يخص الاستصلاح السمكي. جميل. لكن أنت قلت نقطة اللي هي كل واحد اتكلم في جزئية في كتاب. مفيش حاجة على بعضها من الألف للياء. عشان اجيب من الالف للياء يبقى انا لازم اجمع كل افكار الناس دي كلها وكل كتب الناس دي كلها عشان اجيب من الالف للياء. بس انا مش هكدب على حضرتك يا هندسه، يعني انا تقريبا قريت حوالي 50 كتاب في المجال اه غير شغلي طبعا. كل كتاب بيبقى متخصص في جزئيه معينه، او بيذكر معلومه، او بيذكر نصف معلومه، او بيذكر معلومه، طبعا هي معلومه كامله في الجزئيه دي، لكن المشروع ككامل، الجانب المالي او الجانب الفني او الجانب الاداري، انه يكون متجمع كله بالكامل كده في حاجه واحده بس، دي ما لقيتهاش على دي مدار. صحيح صحيح. ده موجوده بس في على مستوى كتير وكتب كتير جدا. بس ده للمهندس اللي دارس، اللي قرأ كتير واللي اشتغل واللي مارس، لكن احنا عايزين نعمل حاجه ملمه ومختصره في نفس الوقت عن المشروع. شغل فايه تنفيذ هو العمل. شغل اللي في الارض، الشغل اللي بالبلدي. والله، وبالنسبه للسؤال بتاعك اللي هو ايه مفهوم الاستصلاح السمكي؟ يعني ايه استصلاح سمكي اصلا؟ يعني هي دي المفهوم، ده العنوان الكبير اللي احنا كلنا اشتغلنا تحت منه. جميل. كلمه استصلاح سمكي ده معناها ايه؟ معناها ان انا بنتج كميه من الاسماك من مكان متحكم فيه وسابق تجهيزه عشان ينتج لي كميه اسماك ذات جدوى اقتصاديه. بمعنى لو كلام صعب شويه، يعني مكان انا مجهزه، تمام. ارض طينيه او حوض زي اللي احنا مثلا عاملينه ده، ارض طينيه. زي الارض اللي احنا فيها دلوقتي. او حوض مبني، تمام. او احواض اللي هي الاحواض المصنعه. دي كلها ده مكان سبق تجهيزه. تمام. المكان ده بنتج منه كميه من السمك تكون لها جدوى اقتصاديه. يعني ايه؟ تحقق لي ربح. جميل. مش مجرد ان انا انتج سمكه ولا اثنين ولا ثلاثه ولا كميه صغيره. دي ما تنفعش جدوى اقتصاديه. لكن لا، مكان متحكم فيه زي ما قلنا ينتج سمك بكميه ذات جدوى اقتصاديه جميل. تحقق لي ربح. هو ده المطلوب في كل المشاريع، اللي هي الجدوى الاقتصاديه اللي احنا بنتكلم فيها. انا مش هكذب عليك يا هندسه، يعني الحته دي برضو حابب اذكرها. ناس كتير قوي بتلجأ لانظمه الزراعه، هي عمليا وفنيا هي كويسه جدا، لكن اقتصاديا في البلد اللي انت فيها مش مجديه. ودي نقطه برضو، يعني النظام اللي مجدي في بلد او المنتج ومربح في بلد ممكن يكون منتج في بلد تاني بس مش مربح. يعني في مصر عندنا هنا الانظمه المكثفه العاليه تكلفتها كتير جدا وفي نفس الوقت مش مربحه ربحيه كبيره. صحيح صحيح. لكن مثلا في دوله زي السعوديه، يعني في المشاريع اللي بمسكها في السعوديه ولا البحرين ولا الدول دي ولا الكويت، لا المشاريع دي هناك منتجه. فممكن يبقى النظام منتج لكنه مش مربح اقتصاديا، بس مش مربح اقتصاديا بس، لا مش مربح اقتصاديا في بلدك، في محافظتك، في ظروفك الخاصه. هنا بقى ده السلاح اللي ذو حدين بقى. ازاي ان انا انتج كميه معينه من منتج ويحقق لي جدوى اقتصاديه ايا كان نوع المنتج، استزراع سمكي او داجني او لحوم حمراء او حتى استزراع نباتي. ازاي ان انا اعمله بطريقه يحقق لي جدوى اقتصاديه. تمام. وهو هي دي المعضله اللي احنا بنعملها. انت قلت حته كويسه ان انا ممكن لو عملت استزراع سمكي عالي قوي هنا في مصر
ممكن ما يحققليش ربح. ليه؟ لان السمك برضه اسعاره مش هتبقى مضاهيه للاسعار اللي انا صرفتها على المشروع. 100%. وده صحيح فعلا. فعشان كده احنا برضه، لكن هنا الاستزراع اللي ممكن يبقى بدل ما اعمله انا عالي التكثيف، انا ممكن اعمله شبه مكثف، هيحقق لي ربح. يبقى انا مش لازم ان انا اوصل لان انا احط تكنولوجيا عاليه قوي تكلفني يعني فلوس كتيره جدا، وبعد كده لما اجي ابيع المنتج ما يكمليش يبقى تكلفه انتاج المصاريف. الكيلو بالظبط. اكتر من سعر بيعه. لكن لا، الصناعه اللي هو شبه مكثف هنا في مصر كويس، ويحقق لك جدوى اقتصاديه برضه كويسه. تمام. ليه؟ لان مش هبقى انا رفعت قوي التكنولوجيا بتاعتي قوي اللي هتخليني ان انا اكلف كتير جدا على المشروع. فالشبه المكثف هنا كويس مش وحش. جميل. يعني باختصار لو حبينا نلم ايه هو الاستزراع السمكي، ان مساحه محدده ببدا انا اخصصها انها تكون مشروع، واقسمها لاحواض او ايا كان على طبيعه تصميم المزرعه، وببدا اشتغل فيها ان انا بربي فيها كائن حي لمده زمنيه معينه، مظبوط. وبيطلع لي ربح اقتصادي. ده باختصار ايه هو الاستزراع السمكي. نبدا بقى ندخل ايه الفرق ما بين اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء. واللحوم البيضاء في منها دواجن وفي منها اسماك. ففي قطاع الانتاج الحيواني ايه الفرق ما بين اللحوم الحمراء، يعني ايه الفرق ما بين المواشي والدواجن والاسماك بشكل عام؟ يعني الفرق في الانتاج بين ده وبين ده، هل هو مربح؟ لو بالظبط. انا هنتج لحوم اسماك افضل، ولا لحوم بيضاء دواجن زي الدواجن، او ولا لحوم لحوم حمراء؟ حمراء زي الماشيه مثلا؟ شوف انا هقول لك، احنا خلينا الاول لو بشكل طبيعي. تمام. لو انا بربي ماشيه او دواجن عشان انتج مثلا، بس بشكل طبيعي يعني بدون ما يكون عليها اي مصاريف. لو انا بربي محتاج ان انا مثلا انتج لي مثلا من 100 ل 200 كيلو لحوم حمراء، جميل. انا محتاج مساحه حوالي فدانين ونص. مش كتير. يعني ايه؟ لا مش كتير، ما انا هسيبها بشكل طبيعي مش هصرف. يعني الحيوان هيبقى موجود في الارض دي بس، تمام. هياكل من اللي يخرج من الارض بدون ما انا مصرف عليه. عشان انتج حوالي من 100 كيلو ل 200 كيلو من اللحوم الحمراء دي هحتاج فدانين ونص. في حين ان انا الفدانين ونص ده هم لو برضه بشكل طبيعي بدون مصاريف وحطيت فيهم سمك وسبتهم برضه للرعي ده برضه العادي بدون ما اي مصاريف، ينتج لي 10 اضعاف الكميه دي. ده يعني بسبب بدل ايه بقى؟ 100 ل 200 كيلو لا ينتج له كمان 1000 كيلو ل 2000 كيلو بدون برضه اي مصاريف جميل. في نفس المساحه. ما انا بقارن، ما انت هتقارن يبقى انا اقارن بكل حاجه بكل حاجه. بقارن هنا دلوقتي ارض ومكان بارض ومكان. المساحه هنا ممكن لو فدانين ونص ينتج لي من 100 ل 200 كيلو بشكل طبيعي تمام. بدون اي مصاريف. في هنا الفدانين ونص بشكل طبيعي في السمك ينتج لي 10 اضعاف الكميه دي. شوف الفرق عامل ازاي، فرق كبير جدا. اه. تعالى بقى نخش في المميزات بتاعت اللي هي الاسماك والماشيه. لو بصينا مثلا نسبه التصافي مثلا في الماشيه. نسبه التصافي يعني ايه؟ يعني اللحوم الصافيه بس، بعيد عن العظمه والجلد والكلام ده وكل اللي هي المخرجات، غير اللحم الصافي بس. تمام. نسبه التصافي مثلا بتوصل لحوالي مثلا 64 67% بالنسبه لمين؟ للماشيه والدواجن. لكن بالنسبه للاسماك مثلا بنسبه التصافي ممكن توصل ل 80 واكثر، 80% واكثر. يعني في 15 بس في المية فرق. اه. يعني سمكه زي القرموط دي مثلا بتنتج اكثر من 80% من حجمها اللحوم. تمام. بس يعني القرموط الصراحه مش اكتر الناس ما احنا يعني. بنتكلم بشكل عام كل السمك تمام. برضه في السمك. لكن انت بالنسبه دايما بتشوف عندك من 64 67%، لكن عندك حوالي يقرب من 80% بشكل عام على كل السمك نسبه تصافي. جميل. فده يبقى هنا كميه اللحوم هنا في السمك اكثر من كميه اللحوم هنا في بالنسبه للمشيه او الدواجن. تعالى كمان نشوف مثلا نسبه البروتين مثلا اللي في العلف. تمام. نسبه البروتين اللي في العلف بلاقي ان السمك بيستفيد من 80% من البروتين اللي بيتحط له. تمام. يعني كميه البروتين اللي بتخش جوه في السمكه نفسها 80% منه بتستهلكه السمكه فعلا وتحول اللحم. في حين ان النسبه دي اقل من 70% في الماشيه. يعني البروتين بيخش جوه في الماشيه اقل من 70% نسبه البروتين اللي استهلكته بيتحول للحم. تمام. يبقى أنا هنا جدول الاقتصادي في السمك ده هنا افضل.
حاجه تانية كمان، آه، بلاقي ان انا مثلا نقول البيئه بتاعت اللي هي تربيه الماشيه والدواجن، والبيئه بتاعت تربيه الاسماك. تعال نشوف مثلا تربيه الماشيه والدواجن، تلاقي ان ال- ال- العوامل اللي بتاثر بيها الحيوان او الدواجن بتتاثر بالعوامل المباشره للجو وبشكل سريع. تمام. يعني مجرد تغيير في درجه الحراره في الدواجن مشكله لو مش متحكم فيه، درجه الحراره عاليه على الحيوانات اللي هي بتربى مثلا برضه مشكله، تعمل لي مشكله كبيره. فتاثره بالعوامل الجويه سريع جدا وبيسبب خساره، ممكن تبقى خساره كبيره، ومربين الدواجن عارفين الكلام ده كويس. لا ده الدواجن زي القمار حرفيا. بالظبط. تعالى بقى نيجي للبيئه اللي هي بيئه الاسماك، البيئه المائيه دي. السمك بيتربى في بيئه مائيه دي. نسبه البيئه المائيه، يعني الناس بتبص لها انها خايفه منها، لكن على العكس تعالى بقى نقيس البيئه المائيه ديت ونشوفها نقارنها بالبيئه اللي هي الجويه العاديه. الميه من مميزاتها ان هي، انا عن نفسي بقول عليها فيها ثبات او ثبات نسبي. يعني ايه ثبات نسبي؟ يعني ما بتتغيرش بشكل فجائي. بمعنى ايه؟ يعني نضرب مثل بسيط كده برضه. لو انا حبيت ان انا اسخن حبه ميه، بتاخد شويه وقت على ما تسخن. تمام. يعني ما تسخنش مره واحده. لا، طب تعالى انا هبردها، تاخد شويه وقت على ما تبرد. يبقى خدت وقت على ما سخنت وخدت وقت على ما بردت. يبقى ما بتتغيرش فجائي. اكيد. هكذا تقدر تقيس على كل الانواع. البي اتش بتاعها اللي هو الحموضه والقلويه برضه ما بتتغيرش فجائي، تاخد تدريجي. على التراكمات هي اللي اه تبدا اه تاثر فيه. نسبه الاكسجين برضه بتقل تدريجي، تمام. وبتزيد في الميه تدريجي، وهكذا. يبقى انا كل العناصر اللي عندي اللي هتغير لي من البيئه المائيه اصلا بتغير لي البيئه المائيه بشكل تدريجي. ده بيديني انا فرصه، وبيدي للفني اللي هو ماسك المزرعه فرصه ان هو ياخد قرار، وعلى ما ياخد قرار ويعدل الوضع بتاعه ما يبقاش عنده خساره، او خسارته تبقى ضعيفه جدا. ليه؟ معاه وقت اللي يقدر يغير فيه البيئه المائيه دي. انت عارف، انت فكرتني بحاجه برضه حابب اذكرها، لاني بشرحها لكتير قوي من الناس اللي بتكلمني اه تستشيرني وما بيفهموهاش قوي. الميه بطبيعه الامر، عشان الناس بس اللي بتشتغل في الاماكن الصحراويه زي المنيا والكلام ده بيكلموني يقول لي بس انا درجه الحراره عندي 45. اه طبيعه الميه انها رديئه التوصيل للحراره. تمام. فانت لو نزلت، فبقول له ببساطه خالص وبالبلدي، لو انت نزلت وقفت في الحوض ده بجسمك وهو على عمق مثلا 150 170 صح. سم، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان جسمك من فوق بيتلسع من حراره الميه، ورجليك تحت سقعانه من سقوعيه الميه. ده صحيح. فدرجه الحراره في عمود الميه مختلفه اصلا. مظبوط. فعشان تبقى واخد بالك، حتى لو انت بتربي في اماكن صحراويه انت ما عندكش اي مشكله، لان درجه حراره الميه غير درجه حراره الجو. درجه حراره الميه نفسها في عمود الميه مختلفه. ولو انت مثلا مشغل آلة تهوية او بدال على وش الميه، حتى بيحل لك مشكله الجزء الفوقي اللي فيه وبرضه حراره. في حاجه ظاهره للناس والناس تعرفها كلها بياخدها، شوف المنظر بشكل عام. بس تعالى مثلا في الشتاء هنا، لو بتبص مثلا للمحيطات المتجمده مثلا، سطح الميه كله ثلج، ثلج اكتر من متر، متر ومترين ثلج، ثلج كتله واحده تمشي عليه. في حين الميه من تحت اصلا ميه سائله جدا، وعمق الميه من تحت درجه حراره تشوفه من فوق مثلا سالب كام، موجب 4 او ومن اكتر. تحت كل السمك عايش تحت، تلاقي درجه الحراره فوق الصفر مش تحت الصفر، مع ان وش الميه من فوق اصلا اكتر من متر ثلج. ثلج. فهو ربنا حافظ الميه ازاي؟ ان السطح بيبقى غير تحت خالص. فزي جميل. ما انت بقول، احنا عندنا في الصيف مثلا في مصر تلاقي وش الميه كله، سطح الميه كله ممكن تبقى حرارته عاليه جدا، لكن تحت الميه في عمود الميه كله بتلاقي درجه الحراره بتقل تدريجيا لما تنزل للعمق تحت. وهو ده اللي بيعيش فيه السمك، وهو ده اللي احنا بنقول عليه الثبات اللي هو النسبي في البيئه المائيه. جميل. عشان كده ما بتتاثرش زي الحيوانات او زي الدواب، فبتبقى الخساره فيها الى حد كبير متحكم فيها. اقدر اتحكم فيها واقلل من خسارتي. ليه؟ لان انا متحكم في البيئه اللي هي ما بتتغيرش بسهوله، ما بتتغيرش فجائي. وهو ده اللي يهمني لما اجي اربي سمك في بيئه.
بس احنا كده اتكلمنا عن جزء البيئه، طب جزء الامراض. الامراض، هو جزء الامراض ده جزء كبير، بس بشكل عام وقاعده عامه، انا لو ماشي طول فتره التربيه بتاعتي على نظام ري وصرف كويس جدا، تمام. وعامل حسابي ان انا ما تتغيرش العوامل البيئيه اللي عندي، حراره، اكسجين، بي اتش، غيره، كلها ان انا متحكم فيها بحيث ما تتغيرش عندي فجائي، نسبه الامراض اللي عندك بتقل جدا، وممكن تبقى نادره ما تحدث. طالما ما فيش اجهاد بيئي مش هيبقى بالظبط. فيه مرض. اصل هو المرض بيجي نتيجه انا اجهدت البيئه المائيه، تغيرت، حصل للسمكه اجهاد، المرض هاجمها. تمام. طب انا متحكم في البيئه، يبقى السمكه مش هيحصل لها اجهاد، يبقى المرض مش هيهاجمها. جميل. فدي قاعده بشكل عام لازم نبقى احنا عارفينها. يبقى هنا شغلك المنظم من الاول بيخليك دايما مستقر من الاول، جميل. ويخلي عندك دايما ما فيش عندك خساره من اللي احنا بنفكر فيها، او ان المرض اللي يجي لك فجائي ده بتبقى صعبه جدا يعني. دي لا، انا ماشي بنظام، النظام اللي انا بعمله مش هي ايه، مش هيبقى ليه مردود على السمك وعلى حيويته وصحته. جميل. تمام، احنا كده ممكن نقفل الفيديو ده باذن الله، ولسه هنكمل باقي السلسله. بس ايه، عشان بس الفيديوهات ما تكونش طويله وتكون ايه متعبه بالنسبه للمتفرج يعني. طبعا السلسله هتكون باذن الله لما كل شيء، الجانب الفني والجانب المالي والجانب الاداري للموضوع. لكن احنا ايه، يعني بنسخن كده الحلقات باذن الله. متشكرين هندسه.